من أكتر الأحاسيس المؤلمة لأي حد هو الإحساس بالضعف وقلة الحيلة. مفيش حد عايز يبقى ضعيف، كلنا بنحاول نكون أقوياء. طبعا كل واحد ليه طريقته، لكن لازم نفهم حاجة مهمة جدا. تقريبا 50% من القوة متوقف على الحاجات اللي بتمنع نفسك إنك تعملها، إلى جانب قدرتك على قراية الناس وفهم نفسيتهم. عشان كده الحصول على القوة مش حاجة سهلة، وتعتمد على الذكاء والدهاء. فاكرين مسلسل حريم السلطان؟ لو ركزنا شوية هنلاقي إن كل الأحداث قايمة على حاجة أساسية، واللي تعتبر العمود الفقري للمسلسل. عارفين الحاجة دي إيه؟ الحاجة دي هي لعبة القوة. هنلاحظ في المسلسل ده إن جميع الشخصيات بتستخدم ذكائها عشان تكسب ود الملك، وبالتالي تكسب قوة أكبر من قوتها الأساسية. ولو حد خانوا ذكائه ووقع، محدش بيرحمه. زي مثلا إبراهيم باشا اللي طول أحداث المسلسل كان بيزيد قوته، وفجأة خانوا ذكائه، وانتوا عارفين حصل له ايه. وعشان ما يحصل لكمش زي إبراهيم باشا في البيت، في الشارع، في الأتوبيس أو في الشغل، بقدم لكم كبسولة النهاردة من كتاب اتباع منه في أمريكا بس أكتر من 1,200,000 نسخة، واترجم ل24 لغة. الكتاب ده هو The 48 Laws of Power، أو قوانين القوة ال48. الكتاب ده بيستعرض خلاصة 3000 سنة من الخبرات عن ازاي نكون أقوى. الخبرات دي بيقدمها لكم الكاتب روبرت جرين على هيئة قوانين سهلة الحفظ، واللي ممكن توصلكم لأعلى المناصب وتخليكم أقوى لو طبقتم بعضها في حياتكم اليومية. الكتاب ده بيربط كل القوانين بالأحداث التاريخية اللي توضحه، وبكده نقدر نستفيد من تجارب كتير من الفلاسفة والحكام وكبار المفكرين اللي أتقنوا لعبة القوة. وعشان ثقافتنا مختلفة بطبيعة الأحوال عن المجتمعات الغربية، اخترنا لكم أهم القوانين دي اللي ممكن تغير حياتكم للأفضل، وكمان ما تتعارضش مع ثقافتنا الشرقية. تابعونا، هتشوفوا كل مرة قانون جديد بيساعدكم في حياتكم اليومية عشان تكونوا أقوى، ويتعمل لكم ألف حساب. ها، جاهزين نشوف القوانين دي؟ يلا بينا. القانون الأول: ما تتنططش على مديرك، أو بمعنى أدق ما تعيش عليه. دايما خليك محسس اللي فوقيك إنه أحسن منك شوية، أذكى منك شوية، عن طريق إنك تحاول تحجم إحساسك بنفسك. ساعات لما بنكون متحمسين وعايزين نبهر رؤسائنا بذكائنا وموهبتنا، للأسف اللي بيوصل لهم هو عكس كده. طب إزاي بيحصل ده؟ ببساطة، رؤسائكم بيحسوا إنكم عنصر تهديد ليهم ولمركزهم في الشركة. عشان كده تطبيقك للقانون ده هيخليهم يدوك صلاحيات وامتيازات أفضل من أي حد تاني، عشان ما عندهمش أي إحساس إنك بتهدد كيانه كمدير. ما لاحظتوش قبل كده إن ساعات كتير بنشوف ناس ما عندهمش أي كفاءة وبيوصلوا لأحسن المناصب، وبتسألوا نفسكم هو إزاي وصل لده؟ اللي عايز أقوله لكم إنهم ممكن يكونوا أذكى مما تتخيلوا، ولكن عرفوا يطبقوا القانون ده صح. طيب تعالوا نشوف تطبيقات القانون ده تاريخيا، ومين الناس اللي طبقوه صح والناس اللي دفعت ثمن عدم معرفتهم بالقانون ده. في القرن ال17، وبالتحديد في فترة حكم الملك لويس الرابع عشر، كان في حكومته وزير مالية اسمه نيكولا فوكيه. فوكيه كان شخصية اجتماعية وكريم مع كل الناس، بيحب الحفلات والليالي الملاح، وكان مقضيها بالطول والعرض. في عام 1661
حس فوكيه إن الزهر لعب معاه لما مات رئيس الوزراء، وافتكر إن الملك أكيد هيرشحه في المنصب ده عشان شطارته وذكائه وحسه الاجتماعي العالي. ولكن اللي حصل كان عكس كده، فالملك لغى المنصب ده. ولما فوكيه عرف الموضوع ده وحس إن السجادة بتتسحب من تحت رجله وإنه ما بقاش محط اهتمام الملك، فكر في إنه يعمل حفلة كبيرة بمناسبة إنه بنى قلعة لنفسه. لكن كان السبب الرئيسي من ورا الحفلة دي هو إنه يبين للملك إزاي هو شخص اجتماعي من الدرجة الأولى، وإزاي الناس بتحبه، وبالتالي الملك يرضى عنه ويمسكه منصب أعلى. لكن لسوء حظه تاني يوم تم إلقاء القبض عليه واتحبس 20 سنة لحد ما مات في السجن بتهمة سرقة خزينة الدولة. المضحك في الموضوع إن السرقة دي كانت بأمر من الملك نفسه وتحت رعايته. فوكيه لما عمل الحفلة دي عمل حساب كل حاجة عشان يرضي الملك إلا حاجة واحدة ما عملش حسابها. الملك حس بالإهانة من ذكاء وشعبية فوكيه، فقرر يوضع حد ليه ويسجنه ويسلب كل قوته عشان فوكيه بين قوته قدام الملك. طيب سيبنا من حكاية فوكيه وخلينا في حكاية تانية لواحد طبق القانون ده صح. جاليليو مثلا، الراجل ده كان طول حياته بيخترع في حاجات ويهديها للحكام على أمل إنهم يساعدوه في إنه يكمل اختراعاته. عشان كده عينوا أحد الحكام عنده بمرتب محترم جدا، قدر بعديها ينفذ كل اللي كان بيحلم بيه. جاليليو موقفش مرة وقال أنا جاليليو أذكى الناس، أو قال إن اختراعاتي تقدر تخلي حياة الناس أحسن. ولكن الراجل ده تواضع على الرغم من قوته عشان ما يحسسش الحكام إنه أقوى ولا أذكى منهم، وبالتالي يقدر يشتغل ويخترع من غير وجع دماغ. طيب الحكايات دي نتعلم منها إيه بالظبط؟ نتعلم منها 3 حاجات مهمة جدا. أول حاجة، خليك لبق مع مديرك وامدحه. اعتبرني مديرك ودخلت عليك فجأة. ايه رأيك في الجرافطة دي؟ حلو قوي ما شاء الله، مشيت ربنا. من اللون حكايه، لفتها ولا لفه الجاتوه والشكل بلدي قوي. ها في الحقيقة مش عارف. مش عارف ايه؟ في الحقيقة مش عارف الجرافطة هي اللي حلوة ولا عنين وذوق حضرتك اللي نقوا الجرافطة هم اللي حلوين. هو ده. لا 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 لا، مش قصدي كده. أنا مش عايزك تنافقه، ولكن خلي عندك حبة ذكاء اجتماعي. تاني حاجة، لو انت شخص ذكي جدا حاول ما تبينش ده قوي، عشان صدقني هيجي على دماغك. مين ده اللي كان قاعد جنب رشدي الخيال؟ يا سيدي فتحي نوفة، محامي ومدير مكتبه، ومن غيره رشدي الخيال يبقى رشدي الحمار. الواد ده خطر علينا دلوقتي وفي المستقبل، فتش لنا وراه، اكيد في حاجه غلط. اللي زي ده لو كبر هيبلعنا كلنا. تالت حاجة، مفيش ما يمنع من انك كل فترة تتعمد الغلط. ايوه، تتعمد الغلط، ولكن غلطات بسيطة، وتقول لمديرك أنا آسف يا فندم، بس ممكن الغلطة دي تكون فرصة عشان أتعلم من حضرتك وأسمع خبرتك. هتلاقي مديرك انشكح ونفخ نفسه وقالك طب اقعد افهمك. ومش بعيد بعد ما يقعد يفهمك ويقولك مغامراته وكل حكاياته يعزمك في آخر اليوم على الغدا. ايه، مش مصدق؟ طب جرب. فولتير كتب سطرين عن حكاية نيكولا فوكيه، قال فيهم: بين عشية وضحاها فقد فوكيه قوته ومكانته ونزل من القمة للقاع. تابعونا في الكبسولة الجاية وقانون جديد من قوانين القوة.